مساء الفل يا جماعه، عاملين يا رب تكونوا بخير. جايلكم بحلقه جديده وكلام جمهور، والمره دي عن ماتش خلاص هنطلع نتكلم. المره اللي فاتت طبعا كان ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد، اتكلمنا على مانشستر يونايتد بس والحاجات اللي محتاجاها كجمهور مانشستر يونايتد. انا واحد منهم ولاني كنت غضبان حرفيا مش قادر. فالنهارده هنتكلم على الماتش اللي ما تعرفش تقول هو مش ممتع بصراحه. يعني الريال بوخها قوي في الماتش النهارده، والسيتي اللي كان غريب جدا، وهنيجي في الحلقه ونتكلم على حاجه. فالنهارده ماتش الريال والسيتي في دوري الابطال، خلاص سواء مانشستر سيتي رسميا من دور ما اعرفش بقى ده دور ال 16 ولا ده دور احنا ما بقيناش فاهمين حاجه في البدايه الجديده دي، ولكن الدور اللي بعد المجموعات خلينا نقول كده. فالماتش بواخد قوي كان من ريال مدريد، ولكن اللي كانوا قالوا ان هنخسر بسبب ان هم قفلوا الاستاد. امبابي تقريبا كان بيبقى حرام ما تفهم، ولا كان بيبقى سعان، فقاموا قفلوا الاستاد جاب هاتريك. فما تعرفش ماشي، ولكن المره دي جت في مصلحتهم. وبس كده، تعالوا نخش في الحلقه. قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس تحت الوصف في كل مصر بتاعتنا. ويلا بينا نخش على الحلقه بتاعت النهارده. اول حاجه كده وهنبدا بيها وهي تشكيله ريال مدريد اللي كانت بتلعب بيه. كورتوا قدامه رباعي، روديجر اللي بيعود من الاصابه، واسينسيو اللي بنشوف لما عندك قلبين دفاع مش سي دي ام وتقعد تمسمر الحاجات وانت بتلعب لي سي دي ام والكلام ده. انت اديك شفت 2 سي بي على ابوه يكسروا الدنيا. عندك طبعا مندي اللي عمل ماتش رائع على فكره النهارده، مش ماتش سيء خالص. عندك فالفيردي ليفت رايت باك برضو هايل جدا. فالفيردي النهارده وهايل جدا في المكان ده، بيزيد بشكل غير طبيعي، بيبقى حلو في التسديدات. ليه الحاجه اصلا اللي هو يعني فالفيردي تسديدات، فدي برضو حاجه كويسه ليه جدا في المكان ده. في الخط النص وهو كان داني سيبايوس، اللي انا مش فاهم ايه الواد انا بص، انا كنت دايما بطلع سيبايوس يخرب. انت قاعد في ريال مدريد ليه؟ كنت دايما بقول لكم الواد ده جه غلطه، ولكن مش طبيعي يا جماعه. الواد بصراحه هايل جدا 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 بصراحه، بيعمل ماتشات تحس ان هو من جمهور والله ريال مدريد ونزل يلعب معاهم الماتش. لا برضو داني سيبايوس ماتش هايل جدا. ليه عندك تشواميني اللي برضو عمل ماتش هايل جدا، بتشوف مركزه سي دي ام فهو هايل جدا. وعندك طبعا بيلينجهام النهارده قدامهم الثلاثي الفتاك روديجر روديجر امبابي وفينيسيوس جونيور. وطبعا ريال مدريد النهارده عملت 5 تبديلات، وهو اندريك نزل مكان امبابي، كامافينجا مكان داني سيبايوس، ألابا مكان فالفيردي، وعملوا كمان تبديله وهو مودريتش مكان تشواميني، وطلع كمان فينيسيوس جونيور ونزل مكان امبابي نزل مكانه دياز، وفينيسيوس جونيور طلع ونزل اندريك مكانه. بالنسبه لتشكيله مانشستر سيتي كانوا بيلعبوا بإيدرسون قدامهم الرباعي اللي معتادين عليه، خوسانوف اللي الواد ما لحقش يعني ينزل في اول 4 دقايق ولا في اول 8 دقايق، قام متبدل وهو ستونز ونزل مكانه نيسن اكي، وجنبه كان روبن ديز اللي عمل ماتش بالنسبه لي بصراحه سيء جدا، هو اسوأ واحد تقريبا في الدفاع. وجنبه جفارديول خط النص. كانوا بيلعبوا بتشكيله النهارده هي غريبه جدا. قدامهم طبعا نيكو جونزاليس، وقدامهم في جوندوجان وفودن برناردو سيلفا ومرموش سافيو. عملوا النهارده هم 3 تبديلات فقط، اكيد زي ما بقول لك مكان ستونز، وكوفازيتش مكان جوندوجان، وماكاتي مكان فودن. ماكاتي بينزلوه في دوري الابطال عشان تشوف هو السيتي وصلت لايه. السيتي النهارده بقى تعالوا نخش كده في الماتش على طول. الماتش النهارده من اسوأ ماتشات مانشستر سيتي، ماتش سيء جدا. لما مانشستر سيتي تحس ان هم رجعوا ب10 ماتشات ورا لما كان عندهم ستريك الهزايم. بس النهارده السيتي مفيش يا باشا، هو مفيش حد جه حرفيا. مرموش تقريبا من اسوأ ماتشاته اللي شفتها. مرموش بادئ بتشكيله متخلفه، ولا كيفن دي بروين ولا هالاند ما نزلهمش انا عارف، لان خلاص هي الدنيا كانت باظت اصلا من الشوط الاول، كانت 2-0. صباح الفل يا باشا، انا خلاص اساسا انا مضروب. ولكن غريبه جدا ان هو ما بداش بهالاند، غريبه مش غريبه قوي انه ما بداش بصراحه بدي بروين، ولكن كان بالنسبه لي غريبه جدا ان هالاند ما بيلعبش، حركه غبيه جدا. طب انت بتلعب بمين ام اف؟ يعني طب انا حسيت ان جوندوجان هيلعب ام اف فتمام. طب والتاني بقى عندك مرموش سافيو فودن برناردو،
وبرناردو من اسوأ ماتشات برناردو. فليه مثلا ما بداتش بواحد زي ماكاتي؟ ليه ما بداتش بحد كوفازيتش؟ ليه ما بداتش بيه مكان برناردو سيلفا؟ كنت بتلعب باثنين سي دي ام، والرباعي يا باشا الدفاعي، الرباعي الهجومي اللي بتلعب بيه مرموش يا سيدي وسافيو. وهنقول لك جوندوجان، مع اني مش بحبس فكره جوندوجان سيء جدا، سواء هو وبرناردو سيلفا بيتنافسوا على مين الاسوأ بصراحه في الماتش وفي كل ماتشات مانشستر سيتي. انا بقول لك برناردو سيلفا ده من الموسم تقريبا من الموسم اللي فات ولا من اول الموسم، برناردو سيلفا سيء جدا جدا جدا. انت بتتكلم ان في برشلونه كانت هتخش تدفع فيه مش عارف 60 ولا 70 مليون. اعتقد دلوقتي اللاعب ده ما يدفعش فيه حتى ال 50 مليون. برناردو سيلفا هو اسم كبير، انما كاداء في اخر هنقول 20 ماتش هي من اسوأ 20 ماتش تقريبا، او هو تقريبا اسوأ موسم لعبه سواء جوندوجان او برناردو سيلفا. وسبحان الله يعني جوندوجان ده برشلونه كانت في الحضيض لما هو كان فيها، والسيتي كسب سداسيه ولا كان خد دوري. يعني ساب برشلونه دلوقتي متصدره الدوري تاخد الدوري، والسيتي يعني تحت بقى بينافس على التوب فور يا عيني. فهنشوف. فتعالى نخش على الشوط الاول على طول. وفي بدايه الشوط الاول في الدقيقه الرابعه على طول امبابي يسجل اول الاهداف من هجمه مرتده واسيست عالمي بصراحه من اسينسيو المدافع، اللي هو تحس ان الجون ده هو هربان من ماتش ريال مدريد وبرشلونه. الهجمه دي اللي هي من الهجمات اللي برشلونه بتبقى فاتحه قوي دفاعاتها لحد خط النص، كره عاليه اللي بيلعبها ريال مدريد، ومبابي كان بيروح وبيضيع. وجات له واحده ثانيه في الشوط الاول برده تقريبا وضيعها وكان صدها إيدرسون. فبرده دي هو راحوا بكورتين النهارده. هالاند مين؟ كل شويه هتلخبط واقول لك هالاند عشان بالنسبه لي هي مفاجاه غريبه انه ما لعبش زي ما قلت لك. فمبابي النهارده هو اون فاير. امبابي النهارده جاب فورمته مع فرنسا ومع باريس سان جيرمان، لهم انتوا عمالين كاني وماني ولاهم رمحه. وبالنسبه لي تقريبا هو الماتش اللي جاي مبابي مش هيعمل حاجه، لان هو ده مبابي بتلاقيه مع ريال مدريد جاب هاتريك. الماتش اللي وراه مش قوي، ولكن هو بصراحه النهارده دفعه معنويه بنت كلب لمبابي. تخيل بعد اللي احنا عمالين نتكلمه مبابي سيء ومش بيقدم، تقريبا مبابي هو هداف فرقه ريال مدريد وبينافس على هدافين الدوري الاسباني. كان فرق تقريبا 3 اجوان ولا 4 اجوان ما بينه وما بين ليفاندوفسكي. فانت متخيله كده وبنقول عليه سيء. فاللاعب ده لسه كمان مع اول موسم مع ريال مدريد مختلفه الدوري الاسباني عن الدوري الفرنسي برضو. فاستنوه ده السنه الجايه ان شاء الله هيبقى اون فاير بقى، اللي هو بص 3-4 اجوان في الماتش. بعد كده كوره برضو حلوه جدا وتسديده من فالفيردي، اللي زي ما بقول لك المكان ده مساعده جدا في التسديدات. في الدقيقه 20 بيسجل كوره كانت هتروح صاروخيه لو ان هي خبطت في المدافع وطلعت ضربه ركنيه. فهو انا شايف بصراحه لو ما عندكش حد فهو فالفيردي انسب واحد في المكان ده. بعد كده في الدقيقه 23 تدخل قوي جدا جدا من عمر مرموش. انا كنت حاسس ان دي فيها طرد، فيها حاجه. دي لو كان في الدوري الانجليزي كان ممكن يحصل عليها لغط كبير قوي، لان هو داخل دايس رجل الواد. فانا حاسسها ان هي كان ممكن يبقى فيها طرد بنسبه كبيره جدا. فزي ما بقول لك انا هو مصري وبقول لك عليها، ولا بشجع السيتي ولا بشجع ريال مدريد، فانا طالع اقول لك بكل حياديه. وزي ما بقول لك في الدقيقه 28 هي نفس الكوره، تيبيكال كوره عاليه بيروح هجمه مرتده مبابي قدام الجول، ولكن المره دي يصدها إيدرسون وتطلع ضربه ركنيه. عشان تشوف كان تذبذب بالمستوى اللي اوقات بيحصل لهالاند جوه الماتش، اللي انت بتبقى تاني لسه جايبها جون. هي خط الجون الثاني وانجز خلاص كنا قفلنا الماتش من الدقيقه 23. لك انت تتخيل. ولكن زي ما بقول لك هي في كور كده امبابي ده ما تبقاش فاهمها، يعني سجل الهدف الثالث وضيع الانفراده دي. فهي في حاجات بتحصل انت ما تبقاش فاهمها من امبابي. بعد كده هدف تاني عالمي 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 جامد جدا من كيليان امبابي ومن رودريجو ومن فينيسيوس جونيور. بصراحه الثلاثه عملوا جمله ولا اروع من كده. طبعا فينيسيوس جونيور ولا كان شايف رودريجو ولا كان شايف اي حاجه، وكان لعيبه لامبابي، ولكن رودريجو جلع الكره وخرم خوسانوف في السكه، محدش خد باله منها قوي يعني. خرم خوسانوف بالمره، ويا عيني في واحد اتشمس تقريبا روبن دياز ده ولا مش عارف مين، في واحد راح يعني حتى هو احتفل. امبابي قال لك يا لا هدف عالمي بصراحه من كيليان امبابي، هدف رائع جدا جدا. سواء هو او الهدف الثالث اللي كان في الشوط الثاني، الجونين احسن من بعض، ولكن ده في زيه بصراحه. وبس كده هينتهي الشوط الاول معانا. وزي ما بقول لك شوط اول سيء جدا لمانشستر سيتي وشوط اول رائع من ريال مدريد. وكلنا توقعنا ان في الشوط الثاني
خلاص بقى انا واحد اصلا توقعت ان اكيد مرموش ممكن يطلع بنسبه كبيره، هيطلع حد وينزل ايرلينج هالاند، ده مؤكد 100%، ولكن ما عملش كده. غريبه جدا بصراحه، ما اعرفش مصاب ولا ايه اللي حصل له، ولكن هتفهمها لو مصاب، انما مش مصاب وما بدأوش وما بينزلش في بدايه الشوط الثاني وانت متاخر 2-0، دي غريبه جدا بصراحه من جوارديولا. وفي الدقيقه 57 كان هياتي الهدف الثالث لمين؟ لكيليان امبابي من اسيست الفالفيردي. كانت كوره برده هايله جدا جدا، ولكن امبابي يضيعها. ولكن مفيش مشكله يا عم امبابي بقى، انت دلوقتي نقدر نقول لك مفيش مشكله. ساعتها كان في مشكله كتير قوي، لان السيتي سيء، ولكن انت مش عارف ممكن يسجل جون بس يقوم فايق عليك وقالب الماتش، ودي انت بتعملها، انت ابو العارفين يعني. وبس كده الهدف الثالث لمانشستر سيتي بكوره عالميه، وزي ما بقول لك السيتي بيرجع تقريبا ل 100 خطوه لورا. ماتش للنسيان بصراحه من مانشستر سيتي بالشكل ده. ابصم لك بالعشره ان السيتي مش هياخد الدوري الانجليزي، ولو اخده يبقى لا مؤاخذه ليفربول وارسنال، انت فاهمني. بعد ده كله السيتي ياخد؟ لا يا باشا، هم هياخدوا حرفيا يعني. ده اللفظ الوحيد اللي نقدر نقوله من ناحيه هياخدوا، فهم هياخدوا بصراحه يعني. تبقى خلاص بقى، ما تكلمنيش ان انت عايز تاخد دوري والهبل ده، لما السيتي مش بعيد يا باشا، السيتي ميت وكمان هياخد الدوري ويخطفوا منك، فانت كده لا مؤاخذه. بس كده امبابي جاب التالت يسكت؟ لا، كان هيجيب الرابع. امبابي زي ما بقول لك، امبابي اون فاير باير اير. امبابي النهارده مش فاهم في ايه، اللي هو تحس ان انت ايه يا ابني، في ايه؟ انت واكل لك بصل قبل ما تنزل ولا ايه اللي حصل لك؟ ضرب مره واحده والريال كان مكمل. كان غريبه قوي برضو ان انت بدايتك متاخره شويه من انشيلوتي، وده هنشوف في التقييمات تقريبا نص لعيبه ريال مدريد اللي نزلوا ما فيهاش تقييمات. فبس كده ده كان الشوط الثاني. وطبعا يعني مش يعني هنقول هو كده الشوط الثاني يعتبر خلص يعني، ما احنا خلاص تمام خلص من الجون الثالث تقريبا. ولكن في الدقيقه 90 مرموش شوط تسديده هايله جدا عشان تخبط في العارضه وترجع ويسجلوا السيتي الهدف الاول، اللي هو يلا يا عم يلا اكسبوا يلا مش مهم. مرموش النهارده كان واخد كل الضربات الثابته في اي مكان، دي ما كانتش عجباني قوي يعني. في مثلا في الشوط الاول كانت كرة متطرفة، كنت مرموش لا مش انت اللي تلعبها، خلي اي حد تاني يلعبها، جندوجان او برناردو، عشان انت تبقى جوه ممكن تلعبها براسك او حتى تترد ويحصل لخبطه تشوطها برجلك. فكانت غريبه شويه ان مرموش حتى بياخد اللي متطرفه اللي ما ينفعش تتشوط، دي كانت غريبه بالنسبه لي. ونخش في فقره التقييمات. طيب هنبدا بمين؟ يعني معروف، هنبدا طبعا بمانشستر سيتي. إدرسون بالنسبه لي 5/10، ماتش سيء من إدرسون. بالنسبه لستونز طبعا خارج التقييم، مع ان الواد ما لحقش 8 دقايق يعني، لما حد بيلعب ربع ساعه بنقول لك خارج التقييم. بعد كده روبن دياز 3/10، انا بقول لك ماتش سيء بالنسبه لي روبن دياز. جوفارديول 5/10. خوسانوف 6/10، مش وحش بالنسبه لمانشستر سيتي. نيكو جونزاليز 5/10. اكي بالنسبه لي 5/10. فودن 6/10. جوندوجان 4. برناردو 5. كفازيتش 6/10. ماكاتي 5/10. سافيو 7. ومرموش 6. زي ما بقول لك ماتش ما كانش حلو جدا بصراحه ليه مرموش. وتعالى نخش بقى يعني في تقييمات ريال مدريد. كورتوا بالنسبه لي 7/10. روديجير 8/10، كان فارق جدا في دفاع ريال مدريد. اسينسيو 7/10. فالفيردي 8/10، عمل ماتش هايل. مندي برضه يا جماعه على فكره يعني لازم ندي للراجل حقه، الراجل النهارده عمل ماتش انا شايف كان حلو جدا من مندي، سواء هو او تشاوميني اللي بقالنا كتير قوي بننتقدهم، هو الاثنين عملوا ماتش هايل جدا. فمندي 7/10. بالنسبه لي سيبايوس 8/10، اللاعب برضه ده خطير بصراحه بس بقاله كام ماتش يعني. وتشاوميني زي ما بقول لك 8/10. مودريتش طبعا خارج الحسبان، وألابا برضه خارج التقييم. بالنسبه لكامافينجا 6/10. بلينجهام 6/10، ما عجبنيش خالص النهارده بصراحه بلينجهام. رودريجو 7/10. امبابي 10/10، ونجمه وبوسه وكل اللي انت عايزه يا عم، فاير باير فاير. بعد كده طبعا روبن اسمه ابراهيم دياز خارج التقييم. فينيسيوس جونيور 8/10. واندريك هكذا خارج التقييم. وبنكون جينا لنهايه الحلقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الوصل يشتركوا في زر الجرس. ومتنسوش حلقات التحدي اللي هتنزل اول يوم رمضان وهتنزل على الساعه 3، استنوها، هنبقى معاكم في يومين في الاسبوع.
الساعة 3 اظبط حلقاتك، تحديات جامدة جدا جدا، وان شاء الله تعجبكم. حلقة 1 ضد 1 وكان فيها حاجات كتيرة جدا حلوة. نشوفكم في فيديو جديد، يا رب يكون يومكم سعيد. متنساش طبعا الوصف في كل مصر بتاعتنا، متنساش تشترك في القناة. يلا سلام.